طبعا واضح عليا ان انا يعني قد ايه تعبانه واخده الدور، بس انا كنت طالبه يعني كده هوريها لكم دلوقتي، بس لازم طبعا اعمل لكم الاول سسبنس. كنت طالبه الشيء ده من فتره، ومن كتر ما هو عجبني وحسيت ان هو لا مهم قوي قوي للميك اب ارتست ولاي بنت يعني بتحب الميك اب وكده. انا اصلا احتجت منه 2 تاني طلبتهم، بس اول ما وصلوا قلت بامانه مش هتاخر عليكم اكتر من كده وهطلع اقول لكم على الشيء التحفه ده، وهو حافظ وعلبة الفرش. بجد يا جماعه بجد 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 عشقتها. انا كان دايما عندي مشكله رهيبه كده هس اللي هو الفرش عليها تراب، ده شيء كان بيخنقني لدرجه ان انا بعد ما عملت حاجات بايدي ولما بلاقي عليها تراب ده شيء بيضايقني، وبحس ان ده هيخلي بشرتي، لان انا اصلا بشرتي حساسه ويعني ما احبش فرشي تبقى عليها تراب وكده، فبايد بشيلهم في الدرج، وده كان بيقيدني وبيضايقني يعني، لان مش مكانهم في الدرج كده نايمين متوزعين، لا هي الفرش بتبقى جميله ما بتبقى مسنوده كده في حاجه، هتبقى واضحه ان هو لو عايزه اتلافى فرشه او كده. فجبت الاول طلبت واحده اشوف الخامه اشوف الشكل اشوف يعني ايه الفكره، اشوف الحجم. طبعا لقيت زي ما انتم شايفين كده حجمها مبهر، بتشيل فرش كتير جدا، فيها يعني ماسكه هنا علشان نمسكها بيها كده، محافظه تماما على الفرش. والدليل بعد ما انضف تاني يوم على طول الاقي هنا كده طبقه تراب خفيفه، دي كانت بتيجي على الفرش. طبعا ده شيء كان يعني يجلدني حرفيا، فمهم قوي قوي قوي. الميك اب ارتست طبعا عندها يعني كميه فرش اكتر من البنت عاديه جايبه لنفسها، بس هتجيب زي كذا واحده. فانا طلبت تاني منها، اتبسطت قوي قوي، قلت افتحها معاكم كده تمام كده. اوكي كده طبعا اعذروا شكلي ونكشتي، سولي بس ان انا يعني ما حبيتش اتاخر عليكم في الجمدان ده، لكن ما تركزوش خالص مع شكلي وصوتي ومنظري، يعني انا واخده الدور فطبيعي خالص ان يبقى كده تمام. بصوا بصوا جمالها، بصوا جمالها وحجمها تحفه تحفه بجد. يعني ممكن اعمل دلوقتي دي معاكم، فرش بقى حجمها كبير. اوكي كنت جايبه على فكره، في ناس بتحط هنا لولي اللي هو بينملى بيه الحاجات وكده، انا جبت كيس بس يعني انا دلوقتي مش حاطاه قدامي. طبعا انا فطست ضحك اول ما شفته، لان انا يعني طلبته بدون قصد، حجمه صغير فيعني يا دوبك هيعمل صف واحد هنا، فقلت لا حبيبي خليك في الكيس نستخدمك في اي حاجه تاني مفيده غير ده. فعادي هحطها كده، بس الناس اللي عايزه تحط لولي او كده عادي براحتها. اول حاجه يا اما بنحطها كده الفرش عشان يعني نملاها مظبوط كده تمام كده كده ماشي. بتاخد طبعا يعني بصوا عايزه اقول لكم لو فرش طويله خالص عادي بتكفيها، ولو فرش ضخمه برضو بتاخد كميه حلوه قوي قوي من الفرش. بعد كده رجعتهم كده عشان تيجي هنا. بصوا نمسك كده الفرش ونروح ايه احنا قافلينها. وجبت الحقيقه برضو واحده ثالثه، وحاسه نفسي معرفش ليه هطلب يعني تاني منها، ما تسالونيش ليه. انا لما الحاجه بتبهرني كده يعني عادي ممكن اطلب كذا حاجه، وفعلا يعني بعد كده بلاقي ان انا معايا حق يا جماعه، يعني لان انا كمان بسبب ان انا بعمل كذا نوع ميك اب فالفرش عندي كتير، ومش كلها بتاعت الميك اب البيوتي بتاعت العرايس، لا يعني بتاعت العرايس بتبقى لوحدها وبتاعت الشغل التاني برضو لوحدها كمان كتير، يعني احب احافظ عليها كده من التراب، يعني زي الفرش انواع تاني من الفرش بس باستخدامات تاني. بس هو منتج حسيته قد ايه مهم وقد ايه فعلا فعلا فرق لي في شكل الفرش ومنظرهم والحفاظ عليهم فحسيته بجد مهم قوي. بصوا جمالهم، عيالي احلى عيال في الدنيا. بصوا بصوا الجمال بجد، من المنتجات الرائعه. هسيب لكم اللينك البنوته اللي طلبتهم منها، طبعا قولوا لها ان انتم من الافويه، وهي اسعارها عموما حلوه جدا جدا جدا. وبس كده ادعوا لي ان انا اخف بسرعه علشان افرجكم على باقي الحاجات اللي جبتها. بحبكم قوي.